بيقولوا ان المتولي لاونج من افضل الاماكن اللي بتعمل بيتزا ايطالي في بورسعيد. رحنا عشان نجرب، بس للاسف طلعت البيتزا مش شغاله الفتره دي، تقريبا في مشكله في الفرن، حتى كمان استيكات زي الريب اي ما كانتش موجوده. فقررنا نطلب اي حاجه تانية. ده المنيو بتاع المطعم، وتقريبا ما لهمش اي تواجد على السوشيال ميديا، بس ليهم ويب سايت. لو بحثت في جوجل عن المتولي لاونج هتلاقي الموقع بتاعهم في المنيو، والاسعار في المنيو شامله كل حاجه، مفيش بقى هتدفع زياده لا خدمه ولا ضريبه. طلبت طبقين كوردون بلو، عبارة عن قطعتين فراخ محشية جبنة وتركي، بتتقدم مع خضار سوتيه ورز أبيض. الإضافات اللي مع الأطباق ثابتة، مش زي باقي المطاعم اللي أنت بتختار الأصناف الجانبية، أنت ممكن تغيرهم طبعا بس بتدفع فرق زيادة. أنا كان ليا ملاحظة على تسوية الفراخ في الطبق ده، كانت محتاجة سوى أكتر سنة من كده، وقلت لهم فأخدوا الطبق وبدلوه. والتاني طبق كان فيليه شريمب سكامبي، ده شريحة فيليه عليها 3 وحدات جمبري حجم كبير، وعليها كريمي صوص بالزبدة والليمون. نفس الحكاية بيتقدم مع خضار سوتيه ورز، بس أنا طلبت أبدلهم بباستا ريد صوص. الستيك كان ظريف وتسويته مظبوطه، الباستا كانت خطيره، وغالبا من طعم الباستا كده وصوص الطماطم اعتقد اغلب انواع الباستا عندهم او كلها هتبقى مميزه. وصل طبق الكوردون بلو الجديد، والتسويه المره دي كانت بيرفكت، طبق حلو جدا. طلبنا كمان فرايز ريحتها وطعمها زي ما بتتقدم في الفنادق بالظبط، نوع فرايز جاهزه طبعا بس درجه عاليه مع سنه ملح خفيفه. الاستاف كانوا ذوق جدا، ونزلوا لنا ديزرت كريب شوكولاته وعصير مانجا كنوع من الاعتذار على طبق الكوردون بلو، مع ان هي الموضوع بسيط مش مستاهل. وكمان كانوا رافضين ياخدوا حساب الكوردون بلو، بس انا اصريت. دي كانت تجربه المتولي لاونج لغايه لما البيتزا ترجع تاني ونجربها. سلام. وفي نهاية الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربة بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجة ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجة في الحالتين. سلام.